هنبدأ ازاي؟ بصوا، انا المرة دي بقى كاتب افكار ومظبط الدنيا، بس مش افكار قوي يعني، لاني برضو ايه، وانا كتبتش غير فكرتين تلاتة من الحلقة السابعة وبس كده، ما قدرتش اكمل. واحد برضو بيحب كده يقعد على السرير يتفرج، يمسك موبايله. عايز اقول لكم على حاجة، انا الموضوع بتاع الحلقتين ده جاي عليا بخراب بيوت، انا ما عنديش واي فاي اصلا، فمتفرج من الداتا، فنهتم كده بالفيديو عشان ما اتعبش نفسيا منكم. المهم، بهزر طبعا. اطلبوا يلا بقى القهوة بتاعتكم، ويلا بقى نشوف معانا ايه النهارده. طبعا ما اكيد انت شفت الفيديو والعنوان. سؤال ذكي قوي، معلش. بصوا بقى، احنا هنكمل على الحكايه اللي فاتت. زينة بقى لما الظابط كان بيحقق معاها، راحت قالت له ايه، كملت لنا الحكايه. عرفنا بقى ان هي راحت هي وهالة مع مين، مع محي في العربيه. قال لهم بصوا، انتوا هتقعدوا في الفندق ده كام يوم كده بس لحد ما نظبط ورق السفر ومش عارف ايه والموضوع ومش الموضوع، وتمام التمام. فعلا طلعوا الاوضه، وهالة كانت بتحب فعلا زينة جدا، وقالت لها انت اختي وانا واقفه جنبك ومبسوطه ان انت هيجيلك الدور، ومبسوطه ان احنا كمان مسافرين مع بعضينا، وان انت اديتيني فرصه ان انا كمان ان انا هيكون ليا دور معاكي في نفس المسلسل. وكانت كلام حلو وجميل والعلاقه جميله جدا. فجاه لقت ايه، رساله من جابر على التليفون، وبيقول لها انزلي لي لوحدي. طبعا وقتها هاله كانت بتاخد شاور مش عارف ايه وبتاع، قالت لها طب انا نازله، قالت لها طب هات لنا عصاير وانت طالعه وبتاع عشان نقعد ايه، نشرب لنا حاجه ونقعد مع بعض. راحت قالت لها طب خلاص ماشي. نزلت بقى يا معلم. طبعا مين، زينة قعدت مع جابر، قالت له في ايه. قال لها بصي، اصل حصل حاجه كده انا عايز اقول لك عليها. اصل انا عرفت ان هاله مظبطه مع المنتج، وان المنتج قلشك من الدور وخلاكي باك اب وخلى هاله هي الاساسيه. وطبعا الشركاء بتوعي في الانتاج طبعا ما قالوليش وقاعدين مخبيين عليا، بس انا عرفت يعني من تحت لتحت. قالت له انت بتهزر. قال لها ما هو ده الحل بقى، ما انت كده بقيتي باك اب ليها، يا اما بقى تروحي بيتك وهي بقى تسافر وتروح تشوف اللي وراها، يا اما بقى تسمعي كلامي. لعب على الوتر الحساس. قالت له طب هنعمل ايه، اسمع كلامك ازاي ومش عارف ايه وبتاع. قال لها بصي، انت مش معاك المنوم بتاعك. قالت له انت بتهزر ولا هنيمها. قال لها ما احنا لازم نمنعها ان هي تتكلم مع المؤلف والمنتج، لازم نمنعها ان هي تتكلم مع المنتج على الاقل حاجه يعني يومين ثلاثه، لان هم لما هيلاقوا كده ان هي ما بتردش عليهم انت بقى تسافري، لان انت الباك اب بتاعها، مش هم خلوك انت الباك اب. المهم راحت ايه، قالت له طيب خلاص ماشي. نزل المفروض جاب عصير ورجع وحطت هي حبوب ايه، المنوم في العصير. بس وهي بتحكي للظابط حازم، احنا قلنا مش هنمشي بترتيب الاحداث، واحنا هنفضل نتنطط كده مع بعضينا لحد ما نحكي اللي احنا عايزينه كله. بس هي وقتها بتحكي للظابط حازم، قالت له العصير جالي مفتوح ومش عارف ايه وبتاع. لا طب انت ما شككيش في حاجه. قالت له لا ما شكتش في حاجه. المهم لما طلعت، دخلت عليها لقيتها في البلكونه بتاعه الفندق، خدي اشربي ومش عارف ايه. وبعد كده ابتدت ان هي تتكلم معاها وتحكي لها الحقيقه، وانت ليه بتعملي فيا كده ومش عارف ايه، وانت ازاي تبيعيني وازاي تاخدي مني الدور وانت مش عارفه ان ده حلم حياتي. والتانيه مصدومه، قالت لها يا بنتي انا ما عملتش حاجات من دي اصلا، ولو انت فعلا شايفه الموضوع كده خلاص انا همشي واسيبك وروحي انت سافري، عشان مش عايزه ان انا اخسرك، ولا ان انا اصلا عايزه دور ولا نيله. يعني بص بصراحه تمثيل بربع جنيه. يعني انت كان سهل قوي ان انت تبقي طالعه، ماشي انا عارف ان انت غضبانه وبتاع وعايزه تتاكدي، بس كان سهل قوي ان انت تواجهها بالحقيقه الاول، وتقول لها طب وريني تليفونك وتتاكدي الاول من الكلام. يعني انا جاي لي واحد صاحبي بيقول لي انت عملت واحد اتنين تلاته من ورايا، اقول له طب وريني يا عم اللي قايل لك الكلام ده فين، انا تليفوني اهو، ما عملتش حاجه اصلا من وراك. وانا هبقى غضبان وهو هيبقى غضبان واحنا الاتنين متعصبين، بس انا هبقى عايز ابرق نفسي، وكمان اللي قدامي عايز يثبت برضو ايه، ان صاحبه دوت ما خانوش ولا حاجه. يعني بصراحه انا الحته دي ما دخلتش دماغي كتمثيل يعني. المهم يعني، طبعا الهانم كانت هلا بقى شربت كام بق من الجوافه، وطبعا مسكت بطنها وهم بيتخانقوا. ايه يا هاله انت هتمثلي؟ دي زينه اللي بتقول لها كده، ده انا حاطالك منوم يعني. قالت لها انا بطني بتتقطع، ولسه هتمد نفسها على السرير راحت خبطت نفسها في الكومودين ووقعت على الارض. طبعا صاحبتنا عملت ايه، بعتت رساله لجابر زي ما احنا ما عارفين، وقالت له الحقني ومش عارف ايه وبتاع وكده. طلع جابر وقال لها ايه، طب انزلي لي بقى وحطيها في الشنطه وانا مستنيكي بالعربيه. خدها طبعا ووداهم فين، على الصحراء اللي هو هيدفن فيها المكان. المهم راح هناك، نزلت معاه زينه، اصلا حفر الحفره ومظبط نفسه وخلاص عارف ان البت هتموت النهارده يعني هتموت. زينه طبعا اول ما شافت صاحبتها في الشنطه والدم بقى سايح وبتاع، راحت جريت وكانت هتفضح الدنيا، فراح قام جري وراح ضربها على راسها خلاها يغمى عليها. بعد ما ظبط بقى الحفر والدفن ومش عارف ايه وظبط حاله، المهم بقى هي انت طبعا عارفين ان هي فاقت ومش عارف ايه والكلام ده كله. فوقتها فهمنا ان هو حط لها سم. ليه بقى؟ لان ظابط حازم قال لها هي ما ماتتش اصلا من نتيجه الخبطه بتاعه الكومودينو. خبطه الكومودينو دي يا دوبك بس خلتها ان هي يغمى عليها، لكن هي ماتت اصلا بنتيجه سم. فمعنى كده ان هي لما جات لها العصير مفتوح،
هي افتكرت ان جابر يعني كان بيفتحه لها وبس، لكن هو جابر اصلا وقتها كان بيحط السم في العصير. وطبعا خد بقى الفلوس اللي كانت مع هاله والكلام ده كله. طبعا بقى لما كان الظابط حازم هناك وقال لامه اتصلي بيه ومش عارف ايه، وحاول ان انت تجري معاه كلام اكتر وكده، كل دوت طبعا عشان كانت ايه، يعرف ان المكان بتاعه فين. بس هي هانم طلعت ناصحه وعملت حركه بنت لذينه خبيثه، قالت له انت فين يا جابر ومش عارف ايه، انت وحشتني يا ابني ما تيجي يلا بسرعه. هي اصلا عمرها ما كلمته حلو ولا قالت انت وحشتني ولا مش وحشتني والكلام ده كله. فوقتها على طول جابر راح قفل تليفونه وما جاش اصلا، وبقى البيت بتاع هانم محطوط تحت الرقابه 24 ساعه، عايزين يشوفوا هو جاي ولا مش جاي، هيجي امتى ولا مش هيجي امتى. خلاص بقى الموضوع اتعرف وابتدى بقى انه ينتشر في التلفزيونات وبتاع ان السفاح بتاع الجيزه دوت واسمه جابر وهربان وقاتل 3 اشخاص ولسه الجرايم ما نعرفش هو قاتل مين بالظبط ولا اسمائهم ايه. اللي بتشوف الكلام ده مين؟ نور ومامتها، وبتعرف حقيقه الشخص اللي هي مخطوبه له اصلا اللي هو اسمه حسن، وبتقول لها الحقيقه يا ماما مش عارف ايه وبتاع. كان وقتها هو بيخبط عليهم، راحوا طبعا عيطوا مش عارف ايه وبتاع، وهما بيتصلوا على البوليس راحت امها قالت له لو ما مشيتش البوليس جاي، فسابهم ومشي. فالحمد لله يعني ما قتلش الاتنين دول كمان بالمره يعني. طبعا لما بقى الظابط حازم خلص مع زينه، خد بقى راي الدكتور النفسي اللي كان قاعد بيحضر معاهم التحقيق كل دوت. قال له لا انا شايف ان ده شخص سايكوباتي من الطراز الاول، ده شخص يعني بيشوف كل حاجه عنده بسهوله، اللي هو شايف البني ادمين اكنها اداه، يقدر ان هو يرميهم عادي، يقدر ان هو يكسر مثلا، يعني مثلا عنده ازازه مثلا مش لازماه يروح رميها في الزباله عادي او يكسرها. فهو شايف البني ادمين كده اشخاص عاديه ملهاش لازمه ممكن يموتهم عادي جدا. قال له طيب والتفسير ده بالنسبه للجنايات اللي هو عملها وكده؟ قال له لا ما انا عايز برضه اقول لك على حاجه، ان الشخص ده ممكن وهو بيقتل ما بيكونش اصلا في وعيه او مثلا مش شايف ان هو بيقتلهم. فراح الظابط حازم قال له يعني معنى كده ان هو هيفلت من العقوبه. فطبعا دي كانت حاجه ممكن لها علاقه بالحقيقه في القصه الحقيقيه، ان اشمعنى يتقال كده في المسلسل، ما ممكن يكون في الحقيقه ما ذكروش ان هو مريض نفسي عشان ما يهربش من الحكم الاعدام. قصدي على فكره هو برضه في الحقيقه في القصه الحقيقيه بتاعت القذافي، لان هو في الحقيقه اسمه القذافي، قالوا ان هو مش مريض نفسي ولا حاجه، وان الموضوع بالنسبه له كان جرايم ومش عارف ايه وبتاع. حتى كمان لما اتقبض عليه ما اتقبضش عليه بسبب طبعا النهايه الدراميه الهبله اللي احنا شفناها دي، لا ده الباشا كان رايح يسرق او نصب على حد مش فاكر يعني، فراح طبعا ان الشخص لما نصب عليه جابوه حققوا معاه مش عارف ايه، من كتر التحقيقات راحوا لقوا كل القديم دوت بقى، واعترف طبعا وقتها بكل حاجه وحكى لهم بالتفصيل الممل هو قتل ازاي وخدوه يمثل الجرائم اللي عملها، وكل الحاجات دي يعني موجوده على النت وتقدروا تشوفوها. المهم ايه، في الحلقه الثامنه بقى الظابط حازم طبعا نسي ابنه ونسي التمرين ومش عارف ايه وبتاع، وزي انت كده ما توقعت يا صاحبي لو انت ما شفتش يعني الحلقه، الواد جابر راح صور ابنه وراح خطفه عشان يهددوا بيه. اتصل عليه ابنك معايا، يا اما تجيب امي وتيجي يا اما مش هتشوف ابنك تاني. يا عم من الحكايه والروايه قال له اسمع كلامي احسن لك. طبعا حازم حب ان هو يعمل نفسه ناصح وراح باين نفسه بقى قدام الناس وقدام بقى طبعا جابر، عشان اكيد يعني مراقبه ان هو ما بقاش يتابع القضيه ولا مركز فيها اصلا ولا بيروح القسم. اتصل عليه جابر بعدها بكام يوم لما كان سابه ان هو يعني يفكر، قال له خلاص يا جابر انا موافق ومش عارف ايه، وسمعني صوت ابني ومش ابني وبتاع. سمعوا صوت الواد، راح خد امه من البيت وكانت طبعا مش عايزه تروح ولا عايزه تشوفهم وبتاع، وقال لها تعالي. قالت له بقول لك ايه سيبني، كفايه واحد كان كبير ودخل الاحداث وبعد ما خرج قالوا ان هو مات ولا حضرت عزاه ولا خدت جثته وكنت قرفانه منه، وكمان اللي انا كنت فاكره ان انا طلعت بيه من الدنيا شخص كويس ومحترم وبتاع ربنا طلع زي الزفت وبيقتل الناس وبتاع. فاحنا طبعا اتصدمنا، اللي هو ايه ده كان ليه اخ كبير. ما انا كمان عايز اقول لك على حاجه نسيت اقول لك عليها، انت تعرف بقى ان هو لما قتل يوسف قتله وهو برضه بياكل كشري، يعني سممه. وطبعا قتل مراته بسبب ان هي قالت له كلام يعني مش لطيف يعني ان هو يتقال، يعني هو ما بيروحش البيت كتير ومش عارف ايه وبتاع، ان هي سهل ان هي تخونه والكلام ده، فراح قتلها هي كمان كتم نفسها. الواد بصراحه مستفز، انا كان نفسي اكسر شاشه التليفون عليه يعني. ما علينا. الوحيد اللي عيط عليه لما موته هو يوسف صاحبه، لان يوسف صاحبه ده اصلا كان يعرفه من زمان من وهم صغيرين. المهم نرجع بقى لموضوعنا، راح الظابط حازم خدها وراح وداها في القرافه، وكان عامل لهم لايف لوكيشن عشان الحكومه تعرف هو ماشي ازاي ومش عارف ايه وبتاع، عشان طبعا ما يبينش ان هم جايين وراه. دخل جوه، لا بقى جابر ماسك الواد وبيهدده بيقول له ارمي السلاح ومش ارمي السلاح، وجو بقى الاكشن والدراما المصريه اللي انتوا عارفينه ده. المهم راح باسم سمره سمع الكلام،
طب تمام يا عم وبتاع. الباشا بقى مش ياخد ابنه ويمشي، ما هو مش عارف ياخده بقى عشان التاني مهدده. راح واقفين بقى بنسمع الحكايه الفكسانه، بيقول لامه انت السبب وانا الحاله اللي انا فيها دي بسببك ومش بسببك. قالت له لا يا اخويا ما تشيلنيش ذنبك، وردحت له زي الامهات المصريه كده بالظبط. المهم يعني ايه، حصل اللي حصل وجاي يضرب ضربه، راح الواد خلع من ايديه، ضرب الضربه جت في امه وامه اتصابت. وطبعا بقى ايه، مصدق بقى باسم سمرة ان هو ينزل في احمد فهمي ضرب بقى. الواد شكله كان مغلول منه طول التمثيل ولا ايه مش فاهمين، طلع وشه محمر دم. خلاص بقى كده اتقبض عليه. بالنسبه بقى للحكايه الحقيقيه، هي فعلا زينه موجوده وفعلا هاله موجوده. وعايز اقول لكم كمان على حاجه في الحكايه الحقيقيه بتاعه القذافي، هو اتقبض عليه لما المحامي شك فيه، لما طبعا كانت مراته عبله مختفيه. احنا بقى نحكي الاسامي بتاعت المسلسل عشان ما اعرفش الاسامي التانية. فطبعا لما اتقبض عليه لقوا ان هو كان بيبعت الرسايل من تليفون مراته ديت من نفس المكان اللي هو بيقولوا ان هي موجوده فيه. جابوه يحققوا معاه اسبوع مفيش اي فايده. فراح اول ما خرج من هناك وسابوه، راح طلع على اسكندريه، عمل بقى مش عارف ايه كام نصابيه مش عارف ايه وبتاع، وهي دي كانت السبب ان هو يتقبض عليه اصلا يعني. طبعا بقى لما اتقبض عليه لقوا فعلا ان هو قتل يوسف، لقوا فعلا ان هو قتل زينه. المفروض زينه كانت في الحقيقه ماتت اصلا، هي المفروض كانت في المسلسل ان هي تموت بس هي ما ماتتش. وفعلا فاديه والناس دي كلها كان فعلا كان بياخد فلوس من الناس وكان بينصب عليهم. بس بقى يا عم يعني كان مسلسل لطيف ولذيذ، بس حصل حته دين مشهد في الاخر خلاني قاعد بفكر بصراحه برضه، واتشاورت كده مع ناس حبايبي وبتاع، اللي هو مين اللي ظهر في الاخر ده وقال له انا عايزك تبدا بدايه جديده وخد الفلوس وروح المكان بتاعنا وهتلاقيها هناك ومش هناك وبتاع. والله بص، وانا لما اتشاورت مع ناس حبايبي توقعنا ان هو ممكن يبقى اخوه، خصوصا ان امه قالت ان اخوه خرج من الاحداث وبعد سنه ونص سمعنا ان هو مات ومخدناش ولا جثه ولا بتاع، فممكن يكون اخوه. وطبعا ضرب له بطاقه زي اللي كان بيضربهم لنفسه ان هو بقى يعيش حياه جديده بنظافه وبتاع، وكان سايب له بقى مبلغ محترم وكده. وطبعا بقى جاب لك في الاخر ان جابر بقى دخل المصحه النفسيه وان الاحكام اللي عليه احكام اعدام بس لسه ما اتنفذتش والكلام ده كله. فهل بقى يا ترى في موسم تاني؟ ما اعرفش بصراحه. وبس كده احنا شطبنا بقى النهارده، كل واحد يحاسب على قهوته، ويلا سلام.